الإعلامي أحمد الخويسكي. حضرتك مولانا الدكتور علاء الدين ابو عطيه شرفنا اليوم استديوهات التلفزيون العربي. احنا وصلنا للمرحله الاعداديه. نكمل مع مولانا الدكتور علاء الدين ابو عطيه. فطبعا تعلمت القرآن والتجويد وحفظ القرآن. على كم سنه مولانا؟ وأنا كنت في الصف الثاني الإعدادي. نعم. وما كنتش أتمته كله، ولكن كنت يعني أنا كنت من سورة الناس إلى باجزاء لا من الناس إلى سورة الأنعام. نعم. وطبعا في ثالثه اعدادي انا كنت شاطر جدا ومتميز في الدراسه، ولكن لم يحالفني الحظ ان انا نجيب مجموع كويس في سنه ثالثه اعدادي. فجبت مجموع وحش، ملحق، خدت ملحق كمان. يعني انا خدت ملحق في سنه ثالثه اعدادي. كان في هوايات مثلا العاب منعتك عن المذاكره ولا؟ لا والله ما كانش في حاجه، ولكن ما اعرفش هو يعني اللي حصل كده. انا لو كنت يعني ساعتها طالبت بان انا نشوف الدرجات بتاعتي كان ممكن يكون في تصحيح افضل من كده، ولكن انا يعني كنت طبعا طالب بسيط، ووالدي رحمه الله عليه انا ما كنتش عايز نعرفه مثلا حاجه زي ديت. ف يعني تقبلت الموضوع، اهم حاجه القناعه طبعا. وطبعا حاولت ان انا نخش اي مدرسه فنيه صناعيه او زراعيه. رحت مركز بدر، رحت النجاح، رحت مدارس ابو حمص كفر الدار عشان اي مدرسه صنايع تقبلني او زراعه تقبلني. مدرسه شوكت هنا في دمنهور، مدرسه ناصر، ما اي حاجه مفيش خالص. وانا مجموعي 140 درجه يعني بالحركرك، يعني الحد الادنى، يعني يعتبر فاشل. كان في ملحق كمان يا باشا، يعتبر فاشل. انا بقول على نفسي انا القارئ الشيخ علاء ابو عطيه كنت في سنه ثالثه اعدادي الاعتراف الحق فضيله، لكن انا دلوقتي بس القرآن رفع من شأنه. بالظبط. الا بذكر الله تطمئن القلوب. فطبعا استسلمت للامر اخر حاجه، ودخلت طبعا المدرسه الثانويه التجاريه في ابو حمص. خدت سنه اولى وخدت سنه ثانيه وخدت سنه ثالثه. حبيت المواد التجاريه جدا، حبيت البيزنس، اداره الاعمال، اداره المشروعات، المحاسبه، الكلام ده، والوسط الحسابي. وكان بندرس اقتصاد كمان يعني. بالظبط، واقتصاد. الدراسه شامله. ومبادئ الاقتصاد. فطبعا جيت في سنه ثالثه وحبيت ان انا ندوس بقى على السلم ونطلع ازاي ما نعرفش، نطلع باي طريقه إن كانت، وهنطلع بمجهودي وبعلمي وبدراستي، مش هنطلع بالفلوس، لان انا وقتها انا ما كنتش مؤهل ان انا نخش مثلا كليه بفلوس او غلافه. جبت مجموع كويس ودخلت معهد اسمه معهد سكرتاريه واداره اعمال سنتين، ودخلت الجيش. خدت في الجيش سنه ونص فوق المتوسط. وانا في الجيش دخلت معهد القراءات في الاسكندريه، جايزه مع حاجه اسمها القبول، مسابقه القبول، وربنا وفقني وامتحنت في القران ونجحت. قبلوني ان انا نكون طالب في معهد القراءات في الاسكندريه. كان على ايام عبد اللطيف العزازي وحسن عارف والقراجي، واخره بعد كده الشيخ محمد موسى وغيره. اكيد في المرحله دي وانا في الجيش ناس وقفت جنبك برضه الظهور طبعا في معهد القراءات. لا انا والدراسات الاخرى بالظبط. انا ولكن ان انا في الفتره ديت انا حبيت وانا في ولا كان تصميم منك؟ كان تصميم مني واراده وعزيمه. وقف جنب مني برضه في معهد القراءات الاستاذ الشيخ احمد ناجي بالاسكندريه. نذكر كل من وقف طبعا، وانا كل ده بنذكر اسمه. الاستاذ احمد ناجي بالاسكندريه اعطاني، نزلت اجازه من الجيش، اعطاني جواب للوحده ان انا عندي امتحان يوم كذا. والوحده كان العميد رحمه الله عليه اسمه محمد ابراهيم سالم، كان من الشرقيه وكان قائد الكتيبه، وكان عشان كنت بنصلي في المسجد في القوات المسلحه في الجيش، وكانت قراءتي كويسه وكنت بنخطب يوم الجمعه، فكان مبسوط مني. فقال لي خد اجازه بالزياده عشان تذاكر كويس وتنجح وترفع راسنا. وفعلا خلصت الجيش من هنا، كنت خلصت معهد القراءات من هنا. خلصت الجيش، خدت على مرحله ثانيه اسمها مرحله عاليه القراءات. ما شاء الله. 3 سنوات عاليه اسمها عاليه القراءات، اللي هي القراءات الصغرى، العشر الصغرى. وانا كنت طبعا بنشتغل وبنشوف حياتي وبنخطب وبنتجوز ونشوف حياتي، يعني مش متفرغ الدراسه كأي شاب. فطبعا في الفتره ديت ان انا بعد ما خلصت عاليه القراءات خدت تخصص في القراءات 3 سنين كمان، يبقى 8 سنين قراءات، 2 اجازه تجويد، 3 عاليه، 3 تخصص. ما شاء الله. 8 سنين قراءات. في الفتره دي انا كنت عايز نعمل حاجه اسمها خطيب بالمكافاه، عايز نخطب بالمكافاه. فعشان نبقى خطيب بالمكافاه لازم يمضي التصريح بتاعي من الامن، امن الدوله.
فطبعا بفضل الله عز وجل في الفتره ديت كان اي واحد خطيب لازم يكون مؤهل علميا بشهاده ازهريه، فطبعا حبيت ان انا نؤهل علمي اكتر، فنخش المعهد العالي لاعداد الدعاء 4 سنوات. فالمعهد العالي لاعداد الدعاء بالاسكندريه جدا المعهد العالي لاعداد الدعاء في الاسكندريه بمحمد عبده في اسكندريه في محرم بيه، قال لك لازم المعهد عشان تخشه لازم تكون مؤهلات عليا. فانا طبعا كان عدى عليا 5 سنين، خدت من دبلوم التجاره اللي هو الجيش والدراسه والكلام ده كله. فخدت انا بعد كده دخلت كليه التجاره جامعه الاسكندريه، جامعه التعليم المفتوح. يبقى انا خدت المعهد العالي لاعداد الدعاء 4 سنوات، خدت كليه التجاره جامعه التعليم المفتوح، يعني الاثنين دول كليتين دول واخدهم في سنه يعني مع بعض. ما شاء الله. اللي الامتحان يكون مع بعض، كنت بنقدم التماس شهاده مرضيه نعيد امتحاني مش عارف 2 يطلع بماده. المهم خدت الاثنين بكالوريوس بتاع اعداد الدعاء و بكالوريوس التجاره، ده غير 8 سنين القراءات. بعد كده خدت الدراسات العليا في الشريعه الاسلاميه، المعهد العالي للدراسات الاسلاميه والعربيه بالاسكندريه، بفضل الله عز وجل حصلت فيه على درجه الماجستير، حضرت فيه واخد بال حضرتك. وانا طبعا يعني بفضل الله عز وجل انا كنت في هذه المرحله كنت نخش بقى في التكنولوجيا والمعلومات، كنت نخش في الفنادق، كنت اي حاجه فيها علم كنت اخشها. يعني حصلت على 4 شهادات علميه جامعيه، 4 في 4 في 16 سنه تعليم جامعي، غير ال8 سنين القراءات، غير المعهد اللي فوق المتوسط سكرتيرة الاعمال، غير الابتدائي والاعدادي والثانوي. دائما فضيله مولانا الدكتور علاء الدين ابو عطيه، القران دائما اي انسان على وجه الارض يعني متقن للقران، ملتزم بالصلاه، تقوى الله سبحانه وتعالى، دائما ربنا بيرفع من شانه. وعلشان كده ربنا رفع من شانك في كل هذه الشهادات المشرفه وهذه السيره الذاتيه. وانا كنت في البدايه ناجح يعني مش اقل من مقبول. سيره يعني ذاتيه فخر لقارئنا العظيم الدكتور علاء الدين ابو عطيه. فضيله مولانا الدكتور علاء الدين ابو عطيه، ان شاء الله نسمع حضرتك بعد هذا الفاصل. الساده المشاهدين، اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج الدنيا مصر في كل مكان، فاصل ونواصل. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورجعنا من الفاصل ومع هذا اللقاء الحصري، ونستكمل لقائنا مع قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة مولانا القارئ الدكتور علاء الدين أبو عطية. السادة المشاهدين، أكثر من اتصال أمس
كانوا الحلقه دي المفروض كانت تسجل امس، ولكن نظرا لوجود عزاءات لحضرتك وقراءه في بعض المعازي فاعتذرت. انما الساده المشاهدين عاوزين يسمعوا فضيله مولانا الدكتور علاء الدين ابو عطيه، وفي اشتياق لسماع القارئ الاذاعه والتلفزيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. الله الله. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. صدق الله العظيم. فضيله مولانا الدكتور علاء الدين ابو عطيه، حضرتك دارس لقراءات مختلفه، عاوزين نسمع نفس الايات بقراءات مختلفه لشيوخنا الافاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاج. الله الله. هذه قراءة الإمام الدوري ما شاء الله عن الكسائي. قراءة الدوري عن الكسائي. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب. الله الله. الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الله الله الله. الله عليك. اللي جاي دي بقى ان شاء الله قراءة السوسي عن ابو عمرو البصري. اتفضل يا مولانا. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب. الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة. الله عليك يا رب. زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الله عليك. اللي جاي بقراءة حمزة. ما شاء الله يا مولانا، موسوعة. الله يكرمك. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب. الله الله. الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. الله. يكاد زيتها يضيء. يكاد زيتها ولو لم تمسسه نار نور على نور. فتح الله عليك. يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. الله. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله